رمضان كريم، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. مثل ما بتعرفوا شهر رمضان شهر الخير. اليوم رح نعمل معكم مع بعض معروك رمضان أو خبزة رمضان. تعالوا مع بعض نشوف المقادير. يلا مع بعض حبايبنا نبلش تحضير عجينة المعروك. حنضيف مي فاترة، نضيف الخميرة، نضيف السكر. فيكم تريحوا الخميرة، فيكم تريحوها 10 دقائق، وفيكم تكفوا بالمقادير كاملة وتريحوا آخر شيء العجينة كاملة، تريحوها لمدة ساعة. حكسر البيض، نضيف الحليب. بس يصير معنا الخليط بهذا الشكل. نضيف المحلب على الطحين ونضيف المقادير كلها خليط. هون تحبوا تخلطوا بالشبك، في اذا عندكم عجانه فيكم تستخدموا العجانه، فيكم تعجنوا العجين بالايد. بعد ما خلصنا تنعيم العجينه، هلا حنضيف الزيت وننعم العجين بالزيت. هلا حنضيف الزبده، التنعيم النهائي للعجينه. تتشرب الزبده العجينه كلها، حنريحها لمده ساعه. بعد ما خلصنا العجينه عجن ونعمناها بالزبده والزيت، حنغطي العجينه ونحط عليها شقفه ونريحها لمدة ساعة لساعة ونص حسب حرارة الغرفة عندكم حتى تتخمر وتضاعف حجمها ضرب 2. حبايبنا بعد ما ارتاحت العجينة وتضاعف حجمها، صار عندها بالحجم، هلا بننزلها على الرخامة. وإذا عندكم شقفة هي تبعت العجين، ما تكتروا طحين مشان الطحين ما يفرغ الهواء. ملمس العجين ناعم. حنغطيهم بالفوطة أو بالشقفة 10 دقايق يرتاحوا. هلا بنرش طحين على الرخامة. الشغل على الرخام أفضل بكثير إنه يشتغل واحد على طاولة خشب أو كذا. هي العجينة صارت مختمرة جاهزة بعد ما ريحناها. تمر، انا التمر زودت له سمنه حيوانيه ورشه قرفه، فيك تضيفه ماء زهر. فين نقطعها قبل ما نلفها، بعدين بنلفها بهي الطريقه نوصلهم ببعضهم. حتى الصينيه حنترك مسافه بين حرف الصينيه وقطعه العجين لان حترتاح ويتضاعف حجمها. هلا حنسوي خبزه رمضان مدور باي كاسه، حرف رقيق عشان نعمل لها شكل او دائره. هلا حنغطي العجينه حتى ترتاح. هلا حنعمل هيدي مثل معروق مجدول هاي الطريقه، بنسكرهم بالطرفين طريقه كتير كتير مناسبة مشان تفرط العجين. هلا بنجيب الصينية، هي الطريقة عروك المجدول. هلا حنعمل خبزة رمضان محشية تمر. حنقفل العجينة كلها وبالشوبك على البطيء مشان التمر يتوزع بقلب العجين. هلا حبايبنا بعد ما اختمرت العجينة لمدة ساعة تضاعف حجمها، بنجيب صفار 2 بيض، ربع كوب حليب، ربع معلقة صغيرة فانيليا. اللي ما عنده فانيليا سائلة فيه ممكن يضيف نقطتين خل. هلا بنضيف سمسم، انا حضيف حبة البركة اختياري. بتحبوا تضيفوا حبة البركة، بتحبوا تضيفوا بس سمسم، هيدا شيء بيرجع لكم. اليانسون او الشمر فيك تحطوه بقلب العجينة، فيك تحطوه على الوش. انا اوريدي محمل الفرن على درجة حرارة 180 حسب الفرن الموجود عندكم بالبيت، على درجة حرارة. شغلوه من تحت ومن فوق بس يحمى، بس ندخل للصواني شغلوه بس من تحت، بس تشوفوا السمون من تحت صار شوي لونه احمر بتشغلوه من فوق. تحطه بالفرن وعاء فيه مي سخنه يعطيكم بخار، او اذا عندكم بخاخه مي تبخوا على اسفل الفرن بختين 3 تيعطي البخار مشان السمون ما ينشف، يضل ملمسه طري.
هلا حبايبنا، صار المعروك صار جاهز. اعتذر منكم كثير على قساوة المشهد، المنظر كثير رائع وانتم بعرفكم صايمين صياما مقبولا وافطارا شهيا. طلع معروك كثير بجنن. جربوا الوصفة، اكتبوا لي بالتعليقات بعد ما بتجربوا الوصفة. عملتكم باشكال متعددة. بتشوف مثلا هاي محشي تمر، هاي خلية النحل، خبزة رمضان، الوردة، المعروك المتعارف عليه، المعروك المجدول، وصيام مقبولا وافطارا شهيا. وبشوفكم بحلقة تانية.